ليه ربنا مش بيستجيب دعائك؟ ليه لما بتيجي تدعي ربنا سبحانه وتعالى دعوتك دي ما بتحصلش؟ لا بتحصل، واي دعوه انت بتدعي بيها ربنا سبحانه وتعالى فربنا سبحانه وتعالى بيستجيب لدعائك وبيعمل لك دعوتك دي، بس انت ما بتكونش واخد بالك. اسمع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ انك انت لما بتيجي تدعي ربنا سبحانه وتعالى باي دعوه انت نفسك فيها، فربنا سبحانه وتعالى بيستجيب لدعائك وبيعمل لك الدعوه دي في 3 اشكال. اول شكل ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب في دعائك، انت مثلا دعيت دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى بحاجه انت نفسك فيها، ففعلا ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لدعائك ويعمل لك الحاجه دي في الدنيا وفي اقرب وقت ممكن، واللي هو الوقت المناسب. لان لو كانت الحاجه دي حصلت لك قبل الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى محدده، كانت ممكن تحصل لك مشكله بسبب الحاجه دي، وكمان كان ممكن ما تفرحش ابدا بالحاجه دي. فربنا سبحانه وتعالى هيعمل لك الحاجه دي في الوقت المناسب وفي اقرب وقت على فكره. اما تاني شكل بقى ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب بيه دعائك، ان ربنا سبحانه وتعالى ما يعمل لكش الدعوه دي، بس في المقابل ايه بقى؟ ان كانت فيه مصيبه، حاجه وحشه كانت هتحصل لك، او مشكله كبيره كنت انت هتقع فيها، فربنا سبحانه وتعالى يشيل عنك الحاجه الوحشه دي او يبعدك عن المشكله الكبيره اللي انت كنت هتقع فيها. شفت بقى الدعوه اللي انت كنت مفكر ان ربنا سبحانه وتعالى ما استجابش ليها، شوف ربنا عملك بدلها ايه؟ بعد عنك مصيبه كانت هتحصل لك او مشكله كبيره كنت انت هتقع فيها. بس اوعى تفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى هيسيبك زعلان ومتضايق كده بسبب ان الدعوه دي مش حصلت لك، لا، ربنا سبحانه وتعالى رحيم جدا وبيحبك قوي. فربنا سبحانه وتعالى هيعملك ايه كمان بقى؟ ربنا هيعوضك بدل الدعوه دي بحاجه حرفيا هتفرحك جدا جدا، ومن درجه ما هي هتفرحك انت اصلا هتنسى انت دعيت ربنا سبحانه وتعالى بايه. اما ثالث شكل بقى ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب بيه دعائك، ان ربنا سبحانه وتعالى ما يعملكش الدعوه دي في الدنيا، ويفضل محوش لك الدعوه دي لغايه لما تيجي تقابله يوم القيامه. فلما تيجي تقابل ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بقى يقول لك ايه بقى؟ عبدي، فاكر يا عبدي لما انت دعيت بالدعوه دي في الوقت الكذا، في اليوم الكذا، في الساعه الكذا؟ هتقول له اه يا ربي اه. فربنا سبحانه وتعالى يقول لك بقى خد بدل الدعوه دي، عوضت لك بدلها حسنات كتيره جدا جدا جدا. او ان ربنا سبحانه وتعالى يديك بدل الدعوه دي ويعوضك بدلها قصر كبير جدا في الجنه. يعني ربنا سبحانه وتعالى باي حاجه انت نفسك فيها، لانك انت كده كده كسبان في اي شكل من الاشكال دي. ما تنساش وانت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى تدعي يعني لحبيبك يعني واخوك يعني اللايف كوتش بتاعك يعني. واخر حاجه زي ما انت عارف انا عموره اللايف كوتش بتاعك.